هعمل معاكم النهارده الماربل كيك الجميله دي اهي. في خليط ميكس بين الابيض والبني وطعمها خطير جدا جدا. صدقوني المقادير دي تطلع معاكم مظبوطه 100%. وشايفين انا عايزه مقطع معاكم قطعه اهي. شايفين التدريجات اللي فيها دي؟ شايفين هشه ازاي؟ جميله جدا جدا. لو عايزين بقى تعرفوا انا عملتها ازاي كملوا معايا الفيديو وشوفوا المقادير وطريقه عمل الكيكه ازاي. انا هقسمها نصين. عملت حمام بخار وهعمله النص التاني. هعمل نصها بالفانيليا، هسيبها نصها ساده ونصها بالشوكولاته. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال من جوه؟ جميله جدا جدا وهشه وخطيره جدا جدا. شيل النص ده كده وهبدا بقى على حمام بخار. جهزته. هبدا بقى انزل بالشوكولاته بتاعتي، او عندكم لو مايكرويف ممكن تحطوا عليها تسيحوا الشوكولاته في الميكروويف. الطريقه دي بتبقى جميله جدا جدا. مع يا سلام بقى حته كيك كده مع فنجان قهوه او نسكافيه، بيبقى طعم جميل حكايه. جربوها وصدقوني هتعجبكم. وشوفوا بقيه الفيديو عشان تعرفوا انا عملت الكيكه الخطيره دي ازاي. شايفين الجميله؟ اسيب بقى الشوكولاته تبرد خالص وابدا اقطعها. نعمل الماربل كيك مع بعض. هنحتاج معانا 3 بيضات اهو. هنا 3 بيضات انا طقشتهم اهو، كسرتهم. هنا 3 بيضات عليهم ربع معلقه صغيره فانيليا سايله او رشه من الفانيليا باودر براحتكم، وعليه ربع معلقه صغيره من الخل. ده بالنسبه للبيض. معانا هنا 3 كوبايات دقيق منخول طبعا، عليه رشه ملح. هنحتاج كمان كوبايه ونص من السكر. هنحتاج ربع كوبايه من اللبن. هنحتاج معلقة ونص صغيرة بيكنج باودر. وهنحتاج معلقتين كاكاو، ده عشان نقسم الكيكة نصين. مش هنحطه دلوقتي، هنحطه في الاخر. هنقسم الكيكة نصين بحيث ان احنا هنعمل ميكس بين البني والابيض. انا خلطة معلقة من الكاكاو الفاتح مع معلقة من الكاكاو الغامق. براحتكم، حابين تحطوا كله فاتح حطوا، بس انا بحب طعم الكاكاو الغامق ولونه في الكيكه. ومعانا هنا نص كوبايه زبده، او انا حاطه هنا ميكس بين الزبده والزيت. انا حاطه ربع كوبايه زبده على ربع كوبايه زيت بحيث ان الكيكه تبقى خفيفه وحلوه. بس كده هنبدا مع بعض بقى نشتغل. هنضرب البيض دلوقتي ونبدا مع بعض. اول حاجه بقى هنضرب البيض مع الفانيليا مع سنه الخل اللي احنا حاطينها قبل ما نشتغل في الكيكه. بعد ما جهزنا وجينا نبدا نقوم مشغلين الفرن نسخنه بحيث لما نيجي ندخل الكيكه الفرن معايا يبقى سخن اهو. نبدا بقى هنضرب البيض بالمضرب الكهربائي، او لو ما عندكمش مضرب كهربائي ممكن تعملوها في الخلاط براحتكم. هنضربها بالمضرب الكهربائي لغايه لما البيض يبقى لونه ابيض كده. هوريكم شكله. هضرب بس اشغل المضرب عشان ما يعملش صوت. هضرب البيض وبعدين هوريكم هنعمل ايه. انا هنا ضربت البيض حوالي 3 دقايق كده اهو. بعدين بقى هننزل بالسكر، كوبايه ونص من السكر اهو. وهنضرب بقى السكر مع البيض كويس جدا لغايه اما السكر يدوب خالص والبيض تلاقوا خد فوليوم كده عالي وبقى لونه ابيض خالص. هوريكم بقى بعد ما اضرب بقى عامل ازاي. ادي البيض شايفينه اهو، بقى لونه عامل زي الكريمه كده اهو كده. احنا محتاجين بقى نضيف السوائل بتاعتنا الخطوه الجايه. هنضيف معانا الزيت على الزبده اهو. طبعا الخطوه دي هنخلط على اقل سرعه في المضرب، يا اما بالمضرب السلك عادي على ايدينا. اخفقه بس كده اهو، مجرد ان انا ادخله جوه البيض اهو بالشكل ده. ننزل بقى باللبن. معانا زي ما قلنا ربع كوبايه اللبن. طبعا مش محتاجه اقول لكم ان اللبن والبيض بدرجه حراره الغرفه، يعني نسيبهم بره من قبلها مثلا بساعه كده عشان ما يبقوش سخنين معانا. كده ربع كوبايه من اللبن. ونضرب برضو ما يبقوش ساقعين، سوري.
الخطوة الجاية بقى هنضيف الدقيق. ادي دقيق منخول عندنا طبعا، هنضيف عليه البيكنج باودر ونقلب بقى المكونات كده مع بعض. وهبدأ بقى اضيف الدقيق واحدة واحدة وعلى اقل سرعة خالص عندي بالمضرب او بالسباتيولا او بالمضرب السلك، ونقلب واحدة واحدة اهو. هننزل واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يعني ممكن نحط معلقتين ونضرب لغاية ما الدقيق يختفي، نرجع نكمل لغاية ما نخلص كل كمية الدقيق. هضربه وبعدين ارجع اقول لكم هنعمل ايه اهو. بعد ما ضربناه اهو شايفين، هنبدأ بقى دلوقتي نقسم الخليط ده نصين. هنقسم نص هنحطه ابيض، ونص التاني هنخلط عليه الكاكاو. هفضيه في حاجتين واقول لكم هنحط ايه بعد كده. دلوقتي انا شلت النص بتاعه حطيته على الابيض زي ما هو. هننزل بقى بالكاكاو بتاعنا هنا ونخلطه مع الخليط بتاعنا كويس، وبعدين اقول لكم بقى هنصبها ازاي. دلوقتي جبنا القالب اللي هنصب فيه. طبعا عندنا القالب المستطيل ده، لو مش حابين تعملوا فيه ممكن تعملوا في صينيه مدوره عادي، بس انا بحبه هنا بيبقى ارتفاعه حلو، وبقطعه كده زي التوست، وبيبقى بحب جدا اكله هو قطعه كده مستطيله زي التوست. عندنا غلفناها بورقه زبده تمام كده. ممكن تدهنوها بقى وتبطنوها بالدقيق، وممكن ما نحطش ورق زبده خالص. هننزل بقى بالابيض اهو، الخليط الابيض بتاعنا. هننزل كده بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل في الاول كده اهو بس، ونفرد الطبقه الاولانيه دي كده اهي. نحاول نفردها كده ونسويها بقى بالشكل ده. ونخبطها خبطه كده عشان تبقى مظبوطه معانا اهي. ونبدا بقى ننزل بالخطوه التانية. ننزل بقى بخليط الشوكولاته معانا اهو. ونوزعه على الوش كده بالراحه. وهكذا. ونحط طبق ابيض ونفردها، وهكذا. وطبق بني لغايه ما نخلص الخليط بتاعنا كله. هفردها واوريكم شكله في الاخر بقى عامل ازاي. بس كده الخليط بتاعنا جاهز. باي حاجه بقى رفيعه عندكم بخله الشيش طاووق هنعمل فيها بس تجزعات كده اهوت اهو. بس كده اهو. بس انا المشكله ورقه الزبده كانت اخر ورقه عندي، فالمشكله انها بقى ما تقصتش معايا كويس، فسبتها عشان هي اخر ورقه عندي. بس كده الخليط بتاعنا جاهز. على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. بتاخد حوالي من 20 ل25 دقيقة. يعني هنظبط الفرن على 25 دقيقة ونختبرها بستيك او اي حاجة. لو طلعت مستوية هنطلعها على طول، وهوريكم هنعمل ايه بعد كده. دي شكل الكيك بتاعي بعد ما طلع اهو. انا طلعته من ورق الزبدة، جميل جدا جدا. عايزه اقول لكم انا بعمل لها كمان صوص شوكولاته بحطه عليها. ممكن تحطوا عليها نوتيلا، بس طبعا لما تبرد هسيح لها شوكولاته على حمام ميه سخنه وابدا احطه عليها. انا عايزه بس اوريكم شكلها من جوه. هي سخنه طبعا، احنا هنسيبها تبرد خالص وبعدين نبدا نقطعها. عايزه اوريكم بس شكلها من جوه اهو. في شكلها، بس طبعا انا ما قطعتهاش كلها عشان سخنه ما تتهريش مني. هي اتهرت طبعا حته منها عشان سخنه لسه. شايفين التجزيعات الجميله اللي فيها دي؟ تقدروا تاكلوها كده مع كوبايه شاي، مع كوبايه نسكافيه،
جميلة جدا جدا جدا. جربوها وقولوا رأيكم، وما تنسوش لو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير يا حبايبي، باي باي.